السلام عليكم حبيباتي وحبابي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحه وعافيه ان شاء الله. جيتكم اليوم بوصفه جديده، هي وصفه شطيطها دجاج. نبداو على بركه الله باش ما نطولش عليكم. في الوصفه نحتاج الى قدر تاعنا، نحتاج الى قطع دجاج، كل واحد على حسب افراد العائله. نحطوا قطع الدجاج تاعنا في القدر. بسم الله في كل شيء. نحتاج الى بصله تكون متوسطه، الى ملعقه من الثوم المطحون، او 6 حتى 7 فصوص كبيره ثوم، وملعقتين طماطم علب مصبره، طماطم مصبره. اللي يحب يدير طماطم فريش يستعمل 2 حبات يطحنهم يواسيهم. نحتاج الى ورقتين من ورق الغار اذا كانوا صغار، ورقه تكون كبيره، ورق الغار او ورق موسى او الرند كما نقولوا حنا. ملعقه كبيره بابريكا او عكري، نصف ملعقه فلفل اسود، وربع ملعقه صغيره قرفه. نحطوهم. نحتاج الى الزيت، ندير مقدار 4 ملاعق زيت، والملح. الملح نقول لكم ونعاودها كل واحد والذوق تاعو، كاين اللي يحب الاكل يكون مالح، كاين يحب الاكل مسوس. نحركوا المكونات كامل مع الدجاج، نمارينيوه كما راكم تشوفوا باش يتشرب لذة تاع البهارات واللذة تاع البصل والثوم والطماطم. كما راكم تشوفوا حبيباتي، نتمنى يكون واضح. الان نحطها على نار تكون هادئه شويه، ما تكونش تكون تحت المتوسط شويه، ونخليها تتقلى بالعقل، نخليها تتقلى ببطء، ونقلب مره على مره باش توصل التقليه لكل قطع الدجاج وتطلق التحميره تاعها والزيت تاعها. انا نحطها فوق النار ونرجع لكم. كما راكم تشوفوا حبيباتي، راني حطيتها فوق النار، نخليها تقلى في غرضها. ونعطيكم نصيحه، اللي يحب الماكله تكون بنينه او لذيذه، ما تقويوش النار، ما ديروش نار قويه، خليو الاكل تاعكم يطيب او يطهى في بوقته باش تخرج الاكل لذيذ. في هذه الاثناء انا حطيت الماء يسخن باش نمرق بالماء الساخن، نخليها تتقلى ونرجع لكم بعد ما تقلى لي مليح. راني رجعت لكم حبيباتي كما راكم تشوفوا، بعد ما تقلات وقت هذاك الزيت تاعها وهذيك التقليه تاعها والتحميره، كونوا سخنا الماء نمرقوها بالماء ساخن. نقول لكم ملاحظه قبل، اللي عندها الحمص يكون ماشي طايب تبدا ديرو من الاول، واللي عندها الحمص طايب تخليه يطيب قبل ما تطفيه، ترميه تخليه واحد 2 دقائق ولا 5 دقائق وتطفي عليه. انا نبدا نمرق كما راكم تشوفوا، كثروش الماء بزاف، عرفوا بلي الدجاج ما يطولش في الطياب. كما راكم تشوفوا حبيباتي، شوفوا كي قليناها غير بالعقل، وقت التحميره تاعها واحد الرائحه ما شاء الله. انا نخليها تطيب في غرضها ونرجع لكم من بعد.
راني رجعت لكم حبيباتي بعد ما طاب الدجاج تاعنا. النار كي تكون قليله، شوفوا كي تكون التحميره. الان قلنا نضيف الحمص تاعي. انا قلت لكم الحمص تاعي طايب، كنت طبخته من قبل. نزيدو نخليه واحد 5 دقائق باش يتنحلوا، لانه كنت حطيته في الفريزر باش تدخلوا الحراره. ونطفيو على القدره تاعنا ونتلاقاو في صحن التقديم. راني جات لكم حبيباتي في صحن التقديم كما راكم تشوفوا. درنا قطعه دجاج، الحمص والصوص وشويه بقدونس او معدنوس، ونقدموها مع كسره كما راكم تشوفوا. نتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. شهيه طيبه. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. مع السلامه.